السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. وحشتوني وحشتوني وحشتوني، احلى اخوات واحلى عيلة. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يا رب. تعالوا النهاردة يا جماعة نخش كده مزرعة الزيتون. ما شاء الله تبارك الرحمن، زي ما انتم شايفين يا جماعة، دي كلها كده مزرعة فيها زيتون. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. ويلا نشوف كده النهارده معانا الزيتون بتاعنا وهو على الشجر استوى ولا لسه. بصراحة بقى كنا رايحين كده نجمع شوية من الزيتون اللي انتوا شايفينه ده، ما شاء الله. فبصراحة بقى لقيناه النهاردة كده ني خالص، لسه ما استواش على الشجر. بس بصراحة يا جماعة بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. الشجر نفسه جايب كمية زيتون بسم الله ما شاء الله، زي ما انتم شايفين. بصوا يا جماعة لسه ما استواش على الشجر اهوت. ما شاء الله تبارك الرحمن، زي ما انتم شايفين. بصوا يا جماعة الزيتون مال الشجرة، ما شاء الله، بسم الله بسم الله. احنا كل سنة بقى يا جماعة بنروح كده نجمع الزيتون ده زي ما انتم شايفين كده. بس النهاردة والله كنا رايحين نجمعها، لقيناه لسه مستواش يا جماعة. فقلنا طبعا حرام بقى ما نقطعهوش دلوقتي، ما نجمعهوش دلوقتي. فاحنا ادينا له كده مهلة كده بإذن الله، كده أسبوع أو 10 أيام، وهنزل لكم الفيديو بقى بتاع جمع الزيتون معانا. ما شاء الله تبارك الرحمن، فيها كمية حلوة، فطبعا حرام ان احنا ما نجمعهاش. بصوا الصف ده كله كده شجر زيتون معانا اهوت. بصوا المنظر يا جماعة بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. لحد فوق الزيتون فيها، بس طبعا اللي فوق ده انا بصراحة مش عارفة احنا هنجيبه ازاي. انما كده الشجر اللي هو الصغير هنجمع طبعا كل اللي نقدر عليه بإذن الله، وهنوزع بقى بإذن الله كده. هنوزعها لأن بصراحة كمية كبيرة من الزيتون، فمش عارفين ان احنا نوديها فين. فبإذن الله كل اللي ليه نصيب في حاجة هياخدها. احنا قلنا هنجمعها انا وجارتي بصراحة اللي معايا في البيت، وهنوزعها على جيراننا هنا في الشرقية. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. زي ما انتم شايفين بصوا يا جماعة كمية كبيرة من الزيتون، ما شاء الله اللهم بارك. فاكيد طبعا ان احنا مش هنخلي بقى ده كله. فاحنا قلنا النهارده اتفقنا انا وجارتي ان احنا هنجمعها مع بعضينا، هنجمع على قد ما نقدر. وهنحط كده في كل كيسة كيلو او كيلو، يعني 2 كيلو يعني كل واحد برضك هو ونصيبه زي ما بقول لكم. بس عاجبني بصراحة الزيتون وهو على الشجر، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. لو وصلت الفيديو لغاية دلوقتي اكتبي لي في الكومنتات، اعملي حسابنا في الزيتون يا شوشو. ما شاء الله تبارك الرحمن، زي ما بقول لكم ده كده صف كده، ده كله كده زيتون. بص يا جماعة بسم الله اللهم بارك. الزيتون عناقيد عناقيد، اللهم بارك يا رب، اللهم بارك. بإذن الله لما نيجي نروح نجمعها هوريها لكم بإذن الله واحنا بنجمعها، وهوري لكم اللي احنا بإذن الله كده هنفرقه برضو. يعني كل جارة كده بإذن الله كده اللي فيه نصيب كيلو أو 2 الكل يدوقوا خلاص. ما شاء الله تبارك الرحمن. بصوا يا جماعة اللهم بارك. واكتبوا لي في الكومنتات احلى زيتون من عندك يا شوشو. ويا رب النهارده الفيديو ينول اعجابكم، ويا رب اكون انا ضيفة خفيفة على قلوبكم. ما شاء الله تبارك الرحمن. احنا بصراحة قلنا كده هنديها كده شوية
يعني اسبوع او 10 ايام قبل ما نمشي من الشرقية هنجمعها، عشان طبعا محدش هيجمعها وهيخسر خالص الزيتون اللي انتوا شايفينه ده كله. فحرام طبعا لما كمية الزيتون دي كلها كده يعني ما يبقاش لها لازمة. احنا هنجمعها ونوزعها. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. المكان يا جماعة جميل. هي هنا اسمها مزرعة الزيتون. ليه اسمها مزرعة الزيتون؟ عشان خاطر المكان ده كله كده زيتون وبس. شجر المانجا اللي قدامكم دون ما بيطرحش. ما شاء الله تبارك الرحمن. زي ما انتم شايفين يا جماعة اهو، تبصوا ده كله كده زيتون اهو من فوق وتحت، وما شاء الله تبارك الرحمن. بصراحة فيها كمية حلوة. ويا رب بقى الفيديو النهاردة يعجبكم، ويا رب اكون ضيفة خفيفة على قلوبكم، ومستنية تعليقاتكم الجميلة اللي بتحفزني. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يا رب، ويخليكم ليا احلى اخوات واحلى عيلة، عيلة ميدو وشوشو. وتسلموا لي يا احلى عيلة، ربنا يخليكم ويبارك فيكم يا رب. وبشكر كل اخواتي وكل حبايبي. سلام عليكم حبايبي.